السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. هنعمل النهاردة كحك العيد الدايب دوب. هنعمله النهاردة بكمية حلوة قوي. هنعمل 3 كيلو دقيق، هننزل عليهم بكيلو ونص سمنة، 300 جرام زبدة، معايا سمسم، معايا ريحة كحك، ملبن، بيكنج باودر، خميرة، وعجوة، وعين جمل، وازازة اسانس ريحة السمنة البلدي، وازازة فانيليا. معايا هنا كيلو ونص سمنة بلدي. هحط عليهم ال 300 جرام زبدة واحطهم على النار علشان يسخنوا مع بعض. هجيب بقى الملبن بتاعي وهحط عليه معلقة سمنة بلدي، وكمان العجوة بتاعتي واحط لها برضو معلقة سمنة بلدي او معلقتين زي ما انت ما تحبي. هاخد بقى عين الجمل بتاعي وهجرشه جرشة كده في الكبة علشان هقلبه على الملبن. جرشته كده وحطيت معلقة سمنة بلدي على الملبن، وهبدأ دلوقتي أعجن كده الملبن كده بالسمنة البلدي علشان خاطر لما أدخله جوه العجينة ما تنشفش مني بالشكل ده كده. هقلب بقى على الملبن عين الجمل. ممكن بقى لو انت عايزة تحطي أي مكسرات تانية دي بيرجع ليكي ولذوقك براحتك، ممكن ما تحطيش مكسرات خالص. خلصت كده الملبن بتاعي، هسيبه بقى كده على جنب، وهبدأ دلوقتي أعجن العجوة بالسمنة. ما تعجنيش العجوة بتاعتك بالزيت خالص، اعجنيها بسمنة او بزبدة. الزيت بينشف العجوة وبيخليها كمان تنشف الكحكاية بتاعتك، لكن السمنة او الزبدة بتفضل مخلية العجوة بتاعتك طرية وما بتنشفش العجينة خالص. عجنيها كويس جدا كده، وممكن كمان تعمليها على البوتاجاز، بس انا فضلت الصراحة ان انا اعملها على البارد، وفعلا نتيجتها كانت هايلة جدا. هتاخد منك وقت شوية بس هتبقى طرية وجميلة. خلصت كده العجن للعجوة وبالنسبة للملبن، وهبدأ دلوقتي اعمل كده كور صغيرة الحشوة بقى بتاعت الكحك. واعملي بقى الحشوة بتاعتك على حسب قطعة الكحكاية بتاعتك. لو عايزة الكحكاية بتاعتك كبيرة كبري الحشوة، لو عايزة الكحكاية بتاعتك صغيرة صغري الحشوة. قلبيها كده كويس، كوريها قصدي كده كويس على قد قطعة الكحكاية بتاعتك. هنخلص بقى كده كمية العجوة اللي احنا هنستعملها، وبعد كده هنعمل الملبن بنفس الطريقة. جبت طبق صغير كده حطيت فيه معلقتين زيت، وهبل ايدي كده بالزيت وهكور كده الملبن عشان ما يلزقش في ايدي بالشكل ده. هخلص بقى كمية الملبن بنفس الطريقة. هنزل بقى هنا المعلقة اللي انا بحط بقى السمسم دي معلقة الغرف بتاعة الرز والمكرونة الكبيرة، فهحط منها 3 معالق ونصها ريحة كحك. المعلقة دي بتعادل معلقتين من اللي احنا بناكل بيها، معلقتين من اللي احنا بناكل بيها. فهنا كيلو الدقيق بياخد معلقتين سمسم، يبقى انت هتحطي على ال3 كيلو 6 معالق سمسم من اللي احنا بناكل بيها الرز والمكرونة، مش بتاعة الغرف اللي انا بقلب بيها. وهنزل كمان برشة ملح وكمان كيس بيكنج باودر، يبقى الكيلو بياخد معلقتين سمسم. احط كمان معلقتين منها كبار سكر باودر بالشكل ده، وهقلبهم برضو كويس. في الوقت دوت انا كنت حاطه السمنه بتسخن على البوتاجاز، انا مش هقدحها بس هسخنها. السنه اللي فاتت عملنا الكحك بتاعنا على البارد وكانت نتيجته حلوه، والمره دي برضو لازم نكون في تكايه جديده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب ازازه الاسانس السمنه البلدي وهنزل بيها على السمنه اللي انا سخنتها مع الزبده. شايفين؟ نزلت بيها. عايزه اقولك الزبده اللي احنا حطيناها على السمنه النباتي وكمان ريحه السمنه البلدي هتخلي ريحه الكحك بتاعك كانك عاملاه بسمنه بلدي صافي. جربي كده الطريقه دي وقولي لي رايك، ان شاء الله تعجبك وهتديكي نتيجه هايله جدا. هنزل بقى بالسمنه بتاعتي كميه بسيطه كده علشان خاطر هي سخنه، وكمان خفت على الطبق بتاعي فقلت هنزل بيها حبة حبة علشان خاطر السخونية ما تسيحش الطبق. هقلب كده وهرجع انزل بباقي كمية السمنة. زي ما قلت لكم في الاول 3 كيلو دقيق عليهم كيلو ونص سمنة، 300 جرام زبدة نيوزيلندي، انا حاطة عليها زبدة فرن بالشكل ده.
هقلب بقى كده الدقيق بالسمنة، وهبدأ انزل بالسمنة بتاعتي حبة حبة لحد لما اخلص كل كمية السمنة بتاعتي. خلاص كده هقلبهم شوية بالشكل ده كده. اهم حاجة في العجين بتاعك او في عمايل الكحك بتاعتك ان انت تبسي الدقيق بالسمنة كويس جدا. هجيب نص كوباية مية وكيس خميرة ومعلقتين سكر، وهقلبهم كويس جدا وهسيبهم يتفاعلوا. عبال ما الخميرة تتفاعل هكون انا بسيت بقى العجين شوية. بس الدقيق بتاعك من 10 ل15 دقيقة، بحيث ان انت تكوني غلفتي الدقيق بتاعك كله بكمية السمن بتاعتك. معايا هنا كوباية مية دافية للعجن، وهنشوف هناخد قد ايه مية، وممكن تستبدليها كمان بلبن. بصوا انا هبس بقى الدقيق بالشكل ده كده بالسمنة. نقطة مهمة جدا وخطوة مهمة جدا في العجن او في الكحك بتاعك ان انت تبسي الدقيق وتغلفيه بالسمنة. كل ما بسيت الدقيق احسن، كل ما اديتك كحكاية ناعمة ونتيجة افضل. الخميرة هنا خلاص خمرت بالشكل ده وارتفعت، هنزل بيها كده على الدقيق، وهقلب مش هعجن. هقلب يا حبايب قلبي عشان ده كحك، حاجات حساسة عايزين نعملها برقة بالشكل ده كده. هنزل بقى بكوباية المية بتاعتي دي نصها الاول، وبعد كده هرجع استعمل النص التاني بالشكل ده. ما تعجنيش يا حبيبة قلبي، لو عجنتيها هتقلب معاكي بعيش. هنزل بقى بالمية بتاعتي حبة حبة، مش هينفع انزل بيها كلها مرة واحدة، علشان انا لو بدل ما احط انزل بالمية كلها مرة واحدة وارجع بعد كده ممكن ما يكونش عندي دقيق اقعد ادور على دقيق. لا، هنزل بالسوائل واحدة واحدة افضل من اني اقعد ادور على دقيق. المية موجودة لكن الدقيق ممكن ما يكونش موجود ما جنبي دقيق زيادة. فانت انزلي بالسوائل بتاعتك حبة حبة افضل لك كده. خلاص انا خدت كوباية مية كاملة، وهحتاج كمان نص كوباية. المج اللي انا قلبت فيه الخميرة خدت منه نص كوباية مية، وزي ما قلتلك ممكن تستبدليها بلبن. خدت نصها. خلصت كده العجينة بتاعتي، وهنختبرها بقى نشوف العجينة بتاعتنا مخدومة كويس ولا لسه عايزة تتخدم تاني. انت هتجيبي قطعة عجينة كده وهتكوريها وهتقلبيها زي ما انا عملتها. لو لقيتها شققت من الحروف يبقى انت كده العجينة بتاعتك ناقصها سوائل وعايزة تتخدم تاني. لو لقيتيها ما اتغيرتش وما شققتش زي اللي في ايدي كده يبقى العجينة بتاعتك كده تمام التمام ومش محتاجة اي حاجة تاني. هسيبها بقى ترتاح دقيقتين تلاتة عبال ما اجهز السجان بتاعتي والعدة اللي انا هعمل بيها الكحك، وهبدأ اشكلها. مش هسيبها تخمر يا حبايب قلبي خالص، مش هسيبها تخمر، هشكلها على طول. هتبقى بالشكل ده كده. بعمل قطعة العجينة عشان انا كنت عاملة الحشوة وعارفة انا هعمل قطعة الكحكاية بتاعتي قد ايه. هخلص بقى كل كمية العجين بنفس الطريقة. النهاردة شكلنا من العجين بتاعنا من ال3 كيلو دقيق كذا شكل من العجين. انا بوريكم بقولكم بصوا الحجم ده. بجيب بقى كل اللي انا عملته، وبجيب بقى كده الحشو بتاعتي وبططها كده في ايدي شوية، وبدخلها كده جوه الايه العجينة، وبعملها بالبصام. بتبقى بالشكل القمر العسل ده. هناخد واحدة كمان بنبطط كده العجوة علشان خاطر تبقى مفرودة في قطعة ايه الكحك بتاعتي كلها، ما تبقاش العجوة محطوطة في مكان. والتانية هنشكلها كده تشكيل عشوائي، انت بقى وشطارتك وذوقك. انا عن نفسي شكلتها تشكيل عشوائي كده. بس عايزة اقول لكم الكحكاية طالعة ناعمة جدا جدا. الرسمة بتاعتها محتفظة بالرسمة بتاعتها، مسحتش في الفرن. ليه؟ لان انا ما خمرتش العجينة في الاول، وبعد كده لما شكلتها سبتها بس لمدة 5 دقايق، وبعد كده شغلت الفرن. حبايب قلبي ما تخمريش العجين بتاعك بعد التشكيل فترة طويلة، وعلشان خاطر عبال ما انت ما تدخلي صاج وتخرجي صاج وكل ده فهي بتخمر. فحاولي على قدر الامكان ما تسيبيش العجينة بتاعتك تخمر قبل التشكيل او بعد التشكيل فترة طويلة.
علشان تفضل محتفظة بالرسمة بتاعتك، لان في ناس كتير بتقول الرسمة بتتمسح خالص لما بنيجي نسوي العجينة. هي بترجع للتخمير بتاعك، بتسيبها تخمر فترة طويلة، فلما بتخمر الرسمة بتاعتها بتتمسح. دي تركاية برضو كويسة قلتها لكم علشان خاطر تبقوا في الصورة وفاهمين كل حاجة. كده انا عملنا صينية بالعجوة، وهنعمل كمان صينية كده بالملبن، وهنشكل بقى الباقي مع نفسي كده، هقعد اشكله. وعملت كمان بالبصامة، عملت كده اللي بالعجوة واللي بالملبن، وكمان عملت شقق كده بالعجوة في الصاج، والكمية الباقية برضو سايباها. وفي الوقت دون كنت مشغلة الفرن. هبدأ دلوقتي اجيب بيضاية واحط عليها شوية فانيليا، وهدهن وش الشقق كده علشان خاطر ما ادهنهاش بعد التخمير، عشان التخمير بتاعها ما يروحش. وبكده خلاص يا حبايب قلبي استوت. الكحك بتاعي خلص، دخلته على فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. كنت من وقت للتاني بداير الصينية يمين وشمال علشان خاطر الكحك بتاعي يبقى مستوي من كل الجوانب. ده السادة، وده بعجوة جميل جدا. بصوا النعومية بتاعته، شايفين؟ بصوا شايفين ناعم ازاي؟ ناعم جدا وطعمه في منتهى الجمال، والعجوة من جوه كمان طرية مش ناشفة، طعمه في منتهى الجمال. واللي في الصاج دوت انا عملته سادة عشان هنحط عليه سكر. وكمان عملنا صينية بالملبن. عايزة اقول لكم الكحك كله دايب دوب، وطعمه جميل جدا وناعم في منتهى الجمال. بصوا النقشة بتاعته زي ما هي ما اتغيرتش. ليه؟ لان انا ما سبتهوش يخمر كتير. 3 كيلو سمنة عليهم كيس خميرة وكيس بيكنج باودر. قطعة الزبدة اللي انا حطيتها في السمنة مع ازازة اسانس سمنة، ريحة السمنة البلدي حولت السمنة النباتي لسمنة بلدي، وخلتها طعم الكحك بتاعي في منتهى الجمال. ودي حبايب قلبي شكلت لكم طبق كده من القراقيش، والكحك ابو عجوة ابو ملبن، وكمان الكحك السادة سكرت لكم شوية كده، مع اني بسكر الكحك بتاعي قبل العيد بيوم، بس ما يغلاش عليكم يا حبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين، عيد فطر مبارك عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة؟ يلا بقى جربوا طريقتي، ولو عجبتكم اضغطوا لي لايك للقناة. اللايك بدعم الفيديو بيوصله لأكبر عدد من المشاهدين. سوينا الكحك بتاعنا الرف اللي في النص على درجة حرارة 180، وكنت من وقت للتاني بقلب في السيجان عشان يبقى مستوي من كل الجوانب ويديني النتيجة الهايلة دي. تعالوا مع بعض كده بقى نشوف النتيجة بتاعتنا. هنشوف كده مع بعض، وهنفتح كحكاية كحكاية، وهنشوف قلبها من جوه ان هي مستوية سوا كامل. شايفين صغنن ازاي؟ عسل. او الرسمة زي ما هي، الكحكاية محتفظة بالرسمة بتاعتها زي ما هي. هاخد بقى واحدة كده وهنشوف التسوية من جوه. شايفين السكينة؟ السكينة بتمشي بسرعة في العجينة. بصوا ناعم جدا جدا جدا، وطعمه في منتهى الجمال. وهناخد كمان التسوية اللي بالعجوة. كلهم عجينة واحدة، ولكن كل كحك ليه طعم تاني. بصوا العجوة طرية جدا، والحشوات مختلفة. دي جت بالعجوة برضو، العجوة طرية وجميلة جدا. يا رب النهاردة الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة.